طيب وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الشيت، عن الهيستوري بيكون عامل ازاي. فالمره دي هنكمل على الاكزامينيشن. والاكزامينيشن زي ما احنا عارفين هو بيتقسم عندي لجزئين، حاجه اسمها جنرال اكزامينيشن وحاجه اسمها لوكال اكزامينيشن. يمكن الجنرال اكزامينيشن مش بنفس ذات الاهميه او القيمه في العيان بتاع الهرنيا، ولكن احنا بنقوله من باب العلم بالشيء. طيب اتسمبلي من غير اي اختصارات كتير ولا كلاكيع كتير، هنحاول نبسط الموضوع. طيب اول حاجه، ازيك يا عم احمد، عامل ايه؟ نعم. احنا لسه قابلينك من شويه بس مفيش مشكله. طب انت عارف احنا قاعدين فين؟ احنا فين دلوقتي؟ جامعة كفر الشيخ. جامعه كفر الشيخ. جيتها قبل كده؟ اه طب انت عارف احنا دلوقتي الظهر ولا العصر ولا امتى؟ ايوه، احنا دلوقتي الساعه كام؟ الساعة 2 إلا 10. الساعه 2 ل 10. خلاص تمام. يبقى احنا هنا بس عاوزين نطلع بنقطه الاتيتيود بتاع البيشنت. زي ما احنا شايفين عم احمد الراجل زي الفل اهوت، وكونشوسنس اليرت اوف بليس وتايم وكل حاجه وما فيهوش اي مشكله يعني. انت سون بقى زود الكلام الكتير اللي موجود ما علينا منه دلوقتي. طيب الجزء الثاني اللي هندخل عليه وهو البودي بيلد. طبعا هنشوف الهيئه بتاعت عم احمد عامل ازاي. هنلاحظ ان هو يعني ايه، انت خاسس شويه يا عم احمد. نعم. خاسس شويه، ما بتاكلش كويس ولا ايه؟ لا كبر سن بقى. ربنا يديك الصحة. ناخد زماننا في زمن غيرنا. ربنا يديك الصحة. يبقى هو كده عندنا اندر ويت شويه. طبعا الديكيوبيتس مش هتكون واضحه قد كده. الفيشال اكسبريشن زي ما انتم شايفين، الفيشال اكسبريشن بتاعه زي الورده مفتحه وملامح وشه منوره وكل حاجه. ربنا يديك طول العمر. يا شويه بس التجاعيد وكده، وده عشان السن وكده، لكن غير كده ما فيهاش مشكله. بعد كده الكومبلكشن لما بنيجي نتكلم عندنا فيها 3 حاجات: جوندس اند بالور اند سايانوزس. تمام. طيب الجوندس لما نيجي ممكن نشوفه، او يعني احنا هنقول التكنيك. احنا طبعا الجوندس بنشوف في السكليرا في الداي لايت، وطبعا السايانوزس لما بنيجي نشوف بغض النظر بقى يا سنترال ولا بريفرال بنشوف تحت التنج وفي الاكستريمز اللي عندك. والبالور بعد كده لما بنيجي نشوف في الانر سيرفيس اوف ذا تيب، يعني في الانر سيرفيس اوف ذا تيب بتعمل كده. وعندك في البالمر كليز، طبعا عشان انا لابس جلافز فمش واضحه بس مش مشكله يعني. العيون هنا تلاقي البالمر كليز موجوده هنا. وطبعا عندك في النيل بيدز والبالبيبرال كونجنكتيفا موجوده. طبعا احنا مش هنعملها، ولكن احنا بنقول الايتمز اللي لو في حاله الدكتور قال لك اعملها. اعتقد احنا الكلام ده اتعاد لنا كتير. الحاجه اللي بعد كده وهي الفيتال ساين تمبريتشر، بنشوف الحراره بتاعته. البلاد بريشر بنشوف الضغط اللي بتاعه كام. البلس بنعرف نعملها طبعا. واخيرا الريسبيراتوري ريت بنعملها هي كمان. واخر حاجه الفول اكزامينيشن بقى. انت خلاص خلصت يعني جزء خد بقى ريجون، يعني زي ما كنا بنقول في البطن والجراحه قبل كده. هتشوف الوش الاول عامل ازاي، تشوف شعره وتشوف حواجبه وتشوف عينه وتشوف مش عارف ايه لحد ما تنزل. لكن اللي ذات قيمه قوي الابدومين ريجون تحديدا. واي اشمعنى ده؟ لان ده بيعرفك البريديسبوزنج فاكتور. ممكن يكون هو واحد اسايتس، ممكن يكون واحد عنده ستاينال اوبستراكشن. الحاجات دي كلها هتوديك لسكه تانية. فلذلك السبب النقطه ديت بتكون مهمه. وطبعا في اللور لمب احنا ممكن نشوف اللور لمب عشان نشوف لو هو عنده فلات فوت، او لو هو عنده فاريكوز فين، او لور لمب ايديما، او اي حاجه من كده هتفيدنا. وطبعا زي ما احنا بنقول لا تنسى بالبونت العريض ان انت تاخد منه كونسنت في كل حاجه، وتستاذن منه وتعلي صوتك عشان الدكتور يسمعك. فده البارت الاول من اللوكال من الجنرال اكزامينيشن، او من جزئيه الفريم اللي هو الاكزامينيشن عموما. طيب الجزء الثاني بتاع الاناليسيز اللي عندنا هيكون في الاكزامينيشن. طيب اول حاجه لا تنسى الكونسنت، لا تنسى الاكسبوجر، لا تنسى البوزيشن، لا تنسى الريدكشن للهرنيا ما عدا السكروتال نيك تيست. تمام. طيب في نقطه مهمه، انا اعرف ازاي ان اللي قدامي دي هرنيا؟ يعني ما ممكن ما تكونش هرنيا، وارد، بس هم اكيد مش هيضحكوا عليك في الامتحان يعني، فميك سنس. بس انت عموما عندك شور ساينس اوف هرنيا 3 حاجات: اناتوميكال سايت اللي ما ينفعش تكون هرنيا عندك هنا، يبقى حضرتك بقت لايبوما، دي مش هرنيا. فالاناتوميكال سايتس مهمه جدا، ودي انكلودنج الاكسبوجر اللي انت بتعمله. تاني حاجه الريديوسابيلتي، لازم تكون عارف هي ريديوسابل ولا irreducible. والاكسبانسايل امبلس ويز كف. هنا بقى نيجي لسؤال مهم: اكسبانسايل امبلس ويز كف امتى ما تكونش موجوده؟ طبعا لو هي سترونج ديوريشن مش هتلاقي عندك. وطبعا ايه سكه الكومبليكيشن دي مش سكتنا حاليا، ولكن احنا بنلفت النظر. طيب نقطه الاناتوميكال سايتس انا قلتها ايه؟ والفاتي هيرنيا دحيحه الدفعه دي مالناش دعوه بيهم. بعد كده الاناتوميكال سايتس احنا كل شويه هنقعد نقول لكم ايه سي ليتر وسي بيفور، فمشوا الدنيا معانا. طيب وزي ما قلنا في الجزء اللي فات الجنرال اكزام، فالمره دي عندنا اللوكال اكزام، وهو ده يعتبر الصلب اللي احنا داخلين نمتحنه.
طيب اول حاجه في حاجه اسمها لا تنسى. لا تنسى ايه؟ هات الكادر عليا معلش بس كده. انا منور، السلام عليكم. اول حاجه لا تنسى كام حاجه. لا تنسى ايه؟ لا تنسى انك تاخد كونسنت منه. بعد اذنك احنا هنعمل عندك 1 2 3. ده اول حاجه في لا تنسى. تاني حاجه لا تنسى الاكسبوجر. الاكسبوجر مهم جدا من النبل لحد الني، بس طبعا ده احنا مش هنعمله عشان الجو برضه الخصوصيه وكده وما يبقاش فيها احراج. فدي لا تنسى ليه؟ عشان لو في اذر سايت اوف هيرنيا تبقى خدت بالك منه. واخر حاجه طبعا البوزيشن بتاعي انا كطبيب، او انا كواحد بعمل الاكزامينيشن لازم اكون على الرايت سايد او على حسب الاكزام بتاعي، وهو طبعا البيشنت على حسب هو هيكون الاكزام بتاعي هيكون هو نايم ولا واقف اكوردنج الحاجات دي. واهم حاجه لا تنسى ريدكشن اوف هيرنيا وانت بتعمل التستات اكسبت السكروتال نيك تيست، وده اللي احنا هنوضحه بعد شويه. فاذا كده يجي بسرعه كده على ايه ونبدا نشتغل عليه. اول حاجه في الانسبكشن احنا بنعملها والعيان هو واقف، ممكن نعملها بعدين هو قاعد، بس احنا الايديال ان احنا نعملها هو واقف. بنعلق على ايه؟ اول حاجه النمبر. احنا بنشوف اول حاجه ادي الانسبكشن بتاعنا، شايفين الكلكعه مكانها هنا، فاحنا بنشوف هي واحده ولا اكتر. لا انا شايف قدامي انها واحده. بعد كده السايت هو قال لي من شويه انها في منطقه الحوض، بس انا هنا هكونفيرم دايجنوزس انها في منطقه الانجوينال. في منطقه الانجوينال شايف انها موجوده هنا انجوينال نازله تحت سكروتال، فهي في الجزئيه دي. بعد كده السايز، انت زي ما هو كان بيقول لك انها ايه، انها عامله زي البرتقانه، بس انت هنا طبعا مش هتقول برتقانه وكده، انت هتدي سايز معين تقيس هي كام في كام، مثلا 10 107. هو اضرب نفسه طبعا 7 في 10 تقريبا. دي حاجه. والشيب زي ما احنا قلنا من شويه. والسيرفيس انت بتعلق بتشوف هي سموث ريجولار الحاجات دي كلها زي ما انت على حسب ما تشوف. على فكره الفايندنج مش مهم تكون اكيوريت قوي، بس مهم ان انت تقول الايتمز كلها كامله. ومهم جدا لا تنسى كمان لا تنسى السكين اوفر لاين. بص على السكين اوفر لاين بتاعك عامل ازاي، هل انت شايف فيه اي سكار، اي عمليات قبل كده، اي ريدنس، اي حاجات، اي ساين اوف انفلاميشن او ساين اوف كومبليكيشن، عشان دي مهمه جدا وانت بتقولها، لان ده معناه ان هو مش عيان عادي، لا هو كومبليكيتد هيرنيا. فدي برضو حاجه هتفرق معاك في المانجمنت. واخر حاجه السبيشال ساين وهي الاكسبانسايل وذ كف. هنقول لك على الناحيه الشمال، انا هنا في الناحيه اليمين، كحه كده لاحظتوا انها باكسبانسايل وذ كف. طبعا مش هنقول امبلس لان انا ما حطيتش ايدي، ولكن انا هكونفيرم ده بعد شويه في البالبيشن. طبعا في بعض الدكاتره بيقولوا ان انت في الريديوسابيليتي تيست ان انت اسمه مين ده، ان انت ممكن تقول له يدخل الكلكعه بتاعته بنفسه، وممكن لا، بس ده يعني مش حاجه ايديال ولا حاجه اكيوريت قوي. ولكن بعض الدكاتره بيقولوها لك عشان لو هي ريديوسابل او irreducible. لو هي irreducible خلاص مش مضطر انك تعمل التستات، وزي ما انت هتشوف لما احنا قلنا السكين اوفر لاين هتشوف هي كومبليكيتد اور نوت. طيب بعد كده لما تيجي تدي الكومنت بقى بتاع الانسبكشن، اللي انت شايفه قوله، واللي انت مش شايفه نو من هنا للصبح، نو سكين، نو انفلاميشن، نو اي حاجه فيها نو. ده الجزء الاول وهو الانسبكشن. خلصنا الانسبكشن، بصينا الامور كويسه. الانسبكشن بتعملها والعيان واقف ومره وهو قاعد، هدفك ان انت تبص على كل حاجه. انا بس هخص بالذكر السكين اوفر لاين عشان تشوف هي كومبليكيشن ولا ان كومبليكيشن، هو عنده سترانجوليشن، اوبستراكشن، انفليمد، هيدروسيل، اي حاجه من كده. فدي اهميتها القصوى يعني. وطبعا السبيشال ساين بتاعته اللي هو اكسبانسايد وذ كف ولا لا. طيب دلوقتي بقى عندنا في البالبيشن في عندك سوبرفيشال، ودي بعض الدكاتره ما بيحبش تقول سوبرفيشال والحناكه، يعني لو لقيت الدكتور قولها، ما مش هتخسر حاجه، او لو ما تقول زي ما تحب. السوبرفيشال بيكون عندنا حرفين بحرف التي، temperature and tenderness. التمبريتشر بيكون بظهر ايدك. اول حاجه بتحط على اي مكان عشان تعرف هو جسمه كويس ولا لا، بعدين تحطه على المكان ده. انت لابس جلوفز فمش هتفرق معاك، ولكن انت بتقولها. اول حاجه بنحط هنا، بعدين ايه بنعمل كده بنشوف تمام، لا لقيناها نورمال ما فيهاش مشكله. نشوف التندرنس هتعملها ايه ببطن ايدك، وهتعمل كده هتشوف وتبص على وش العيان تشوف في اي الم، اي وجع، اي حاجه. لا هو ما فيهاش اي مشكله لانها مش كومبليكيتد زي ما احنا قلنا من شويه. بعد كده بقى الديب هنا احنا هنجيب السيرفس والبوردر، وده غالبا ما بيبانش في الانجوينال، بيبان اكتر في الامبليكال، فدي نقطه خلي بالكم منها يعني. السيرفس انت بصوابعك عادي، بس المره دي بقى ديب، فبتضغط كده تشوف انت اللي حاسس تحتك ايه، الدنيا عامله ازاي، وتشوف البوردر بتاعها. والايدج برضه نفس الموضوع، بتيجي هنا كده وتشوف الدنيا، تحاول تحس، بس طبعا زي ما احنا قلنا الحاجات دي ما بتكونش باينه قوي. الكونسيستنسي بالفلكتويشن تيست، تزوم معايا وانا بتكلم يعني. انت عندك الفلكتويشن تيست طبعا بتعمل كده تمام، بتحوط على المكان، اي مكان، وتحاول ان انت ايه بالصبع ده كده تعمل كده هنا، تشوف هي فيها فلكتويشن او لا، عشان تعرف
الكونسستنسي بتاعتك هي دوي ولا سوفت، فانت بالتالي هتحدد اللي جوه ده اومنتم ولا انتيروسيل. هو غالبا هيكون انتيروسيل لان في المكان ده غالبا بتكون باول هي اللي بتكون نازله. تمام. واخر حاجه سبيشال كاركتر، زي ما احنا قلنا السبيشال دي موجوده عندك في الانسبكشن، برضه موجوده في البالبيشن، ولكن الفرق ان انا المره دي بحط ايدي، بص على الناحيه الشمال يا عم احمد، كحه كده تلاقي انها اكسبانسايل امبلس وهو بيعمل، فده جزء البالبيشن. طيب بعد كده بقى هنشوف قبل ما ندخل على السبيشال تيست هنشوف الايه الاكزامن السراوندنج، يعني والله بص كده حواليك، شوف لو في اي حاجه انت مثلا عاوز تشوفها، شوف البينس، شوف التست، شوف اي حاجه ممكن ساين اوف انفلاميشن او اي حاجه من كده تخلي بالك منها. بعد كده في البالبيشن زي ما قلنا بلاش ان انت تقول سوبرفيشال وديب، او قول سوبرفيشال وديب على حسب الممتحن اللي قدامك، يعني انت هتشوف لسه الدكاتره فاعرف هما بيتعاملوا ازاي عشان ما تتسوحش. يمكن ما فيش حاجه فيها مهمه قد كده يعني غير السبيشال كاركتر اللي هو تحط ايدك عليها وتشوف نفس الموضوع اللي هو الاكسبانسايل، بس انت فرق يعني ان انت عندك في الانسبكشن من غير ما تحط ايدك، لكن في البالبيشن وانت حاطط ايدك فبتشوف النتيجه عامله ازاي. طيب ندخل بقى للحاجه المهمه قوي جدا 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 من هنا للصبح، وهي السكروتال او السكيم اوف السبيشال تيست اللي احنا المفروض جايين نعملها. هتلاقي نازل لكم على الشاشه كده، لو تجيب الكادر عليا هتلاقي نازل لكم على الشاشه دلوقتي سكيم احنا هنمشي عليه. تمام. السكيم ده عباره عن ايه؟ انا عملتها من نفسي مجرد للتسهيل بس مش اكتر. اول حاجه هنعمل البيوبيك تيوبركل تيست عشان نعرف هو انجوينال، ده في حاله ان هو جروين زي حاله عم احمد، هنعمل هو البيوبيك تيوبركل عشان نعرف هو فيمورال ولا انجوينال. خلاص حلو، عرفنا ان هو انجوينال. نعمل بقى بعد كده الانترنال رينج تيست، هنعرف هو ايه، هنعرف هو دايركت اور اندايركت. جميل، دايركت وقفنا، اندايركت هنعمله نيك سكروتال تيست عشان نشوف هو انجوينال بس ولا انجوينال سكروتال. هتفيد بايه الستيجز بتاعه الاندايركت اللي هي الاوبليك، هو دلوقتي كومبليت ولا انكومبليت ولا هو البونبونوسيل ولا مش عارف ايه، فدي مهمه جدا ان احنا نعملها. وطبعا عندك الاكسترنال رينج احنا نقول التكنيك بتاعها بس ما حدش بيعملها عشان هي بتكون بينفول شويه. طيب نتوكل على الله ونعمل اول حاجه السكروتال نيك تيست. طبعا ده التيست الوحيد اللي بيكون والعيان واقف، وهنا ما بنعملش ريدكشن اوف هيرنيا. تمام. بنعمل ازاي؟ طبعا كل تيست هنعلق عليه بحاجتين، هاو تو اكزامن، هاو تو كومنت. انا هقول هنا في الفيديو هاو تو اكزامن وهيظهر لكم بعد شويه هاو تو كومنت. جميل جميل. طيب اول حاجه احنا بنعمل بايدينا، بنجيب التو ثامب كده ورا التستس وايد قدام، بنعمل كده. تمام. طبعا هيقول لك هتشوف عند الروت اوف ذا بينس ومش عارف وعلى حسب السكين اللي موجود الروجي والكلام ده مش مهم، او ممكن تعمل بالاربع اصابع سي مكانين. هنعمل الصبعين هندخلهم ورا كده هنا. تمام. وايه ات بايلاترال اند ذا سيم تايم، وتضغط وتشوف. طبعا الاثنين المفروض على الناحيه اليمين الايد اليمين هنا بيكون هحس الكورد لان هو نورمال، وعلى الناحيه الشمال هنا بيكون عندي ايه، بيكون عندي السويلنج اللي انا شايفه. تمام. خلصت. المفروض الفايندنج بقى بتاعي ايه هنقوله بعد شويه. طيب هاو تو كومنت، احنا عملنا هاو تو اكزامن من شويه، فتعالوا بقى هاو تو كومنت. اول حاجه في السكروتال نيك تيست، انا بعمل السكروتال نيك تيست ده ليه؟ زي ما قلنا عشان بنحدد السويلنج موجود فين. فالريزلت اللي هتبقى باينه عندي يا اما هو اباف البيوبيك او اباف البيوبيك تيوبركل، اباف البيوبيك تيوبركل هيكون عندك بيور انجوينال، لو تحت بيور سكروتال مش سكتنا فاريكوسيل ومش عارف ايه، لو موجوده يعني حاسس تحتها السويلنج فده هيكون انجوينو سكروتال. ده اول حاجه السكروتال نيك تيست. طيب ندخل على التيست اللي بعده وهو البيوبيك تيوبركل تيست. استاذنك يا عم احمد تطلع تنام، معلش مغلبينك معايا. لا يهمك، لا لا. طيب البيوبيك تيوبركل تيست، اول حاجه هنعمل ايه؟ اول حاجه شايف هو عيان بروفيشنال جدا فبيعمل ريدكشن للهرنيا بتاعته. تمام. طيب خلاص هو بيدخلها، وطبعا هو ادرى بالهرنيا بتاعته وهيعرف يدخلها ازاي. تمام. دخل. جميل. استاذنك ترفع بس الحته دي هنا عشان طيب تعال قرب كده معايا. ايه عادي مفيش مشكله، احنا يا جماعه مفيش مونتاج، احنا تلقائيين جدا يعني. طيب اول حاجه بتشوف هنا بتحدد الانتيريور سوبيريور ايليك سباين اهو، موست بروميننت بورت باين عندك هنا اهو. تمام. بعد كده بتجيب رجله كده بتقول له يتني رجله وايه وريزيستنس على يعني شد عليا. فانت شايف هنا المفروض بتكون في عندك شايف التندون ده هو المفروض يعني التندون بتاع الايه الادكتور لونجس ماسل، هتمشي معاه لحد ما توصل كده عند اول بوني بروميننت يخبط فيك هتقول ان هو طبعا هو الممتحن مش هيدور وراك بالظبط، فانت قول اللي انت قول اي حاجه بالوايم. تمام. هنفترض ان هي النقطه دي وادي عندك الانتيريور سوبيريور ايليك سباين موجوده اهوت. تمام. فاذا من النقطه دي للنقطه دي كده ده اللي هو الانجوينال ليجامنت.
سي بي 4 بقى احنا وضحنا يعني ايه انجوينال ليجمنت، مش نعيده تاني. سي بي 4 وسي ليتر، امال يا سلام عليك كده. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ هنلاقي عندك هناخد ميد بوينت اوف، يبقى ده البيوبك تيوبركل. تمام، عرفنا فين البيوبك تيوبركل. طبعا زي ما انت شايف لو هو اباف بيلو مش مهم. نيجي بقى على الانترنال. بعد كده الريديوسابيلتي تيست، طبعا البيشنت هو اقرا واحد بالحاله بتاعته فهو اللي هيعملها، لكن لو قال لك اعملها مفيش مشكله هتعملها يعني. وزي ما قلنا ده بيتعامل مع كل البيشنت، بس غالبا بيكون مع الامبليكال صعبه شويه، فعشان كده احنا ايه ما طلبناش انها تعملها. البيوبك تيوبركل تيست زي ما وضحنا في الانترنال رينج تيست اللي انت بتشوفه اباف ولا بيلو، خلاص احنا وضحنا الفايندنج بتاعتها. الانترنال رينج تيست، الانترنال رينج تيست زي ما احنا حددنا من شويه دلوقتي الميد بوينت اوف انجوينال ليجامنت. تمام، حددناه ولنفترض ان هو ده. هنحط صبعك عليه كده، تمام، ونضغط جامد ونقول له كح يا عم احمد. شايفين؟ شايفين؟ يبقى انا كده قافل صح، مفيش اي مشكله. طيب يبقى معنى كده طالما الهرنيا ما نزلتش يبقى هو كده ايه؟ اندايركت. اكونفيرم ازاي؟ شلت صبعي كح كده يا عم احمد، شايفين؟ بدات تنزل. لكن طبعا لو انا حاطط ايدي هنا في المكان بتاع الميد انجوينال بوينت وطلعت لي هنا كده في الحته في الاكسترنال، طلعت لي هنا جنبها، يبقى ده دايركت هيرنيا. تمام، ده التيست الثاني اللي هو الانترنال رينج. طيب بعد كده التيست اللي بعده اللي هو ايه؟ بعد ما عملنا الانترنال رينج هنعمل دلوقتي احنا عملنا في الاول السكروتال نيك تيست صح؟ عملنا في الاول السكروتال نيك تيست وعملنا البيوبك تيست وعملنا الانترنال رينج تيست. هنعمل تمام. بعد كده الانترنال رينج تيست انت هدفك منه ان انت بتعرف اي نوع في الانجوينا دايركت ولا اندايركت. لو هو بوزيتيف يعني انت حطيت ايدك، فهو بوزيتيف يعني ما طلعتش، فبالتالي ده هيكون اندايركت اوبليك. لكن لو هي نيجاتيف يعني بروتيود يعني طلعت، فبالتالي هي ايه؟ هتكون الدايركت. هنعمل الاكسترنال رينج. طيب الاكسترنال رينج بتكون ازاي؟ احنا حددنا من شويه طبعا نعمل ريدكشن يا عم احمد للهرنيا. نعم. دخلها بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيش اي مشكله خالص. طيب عمل دخلها دلوقتي. احنا قلنا من شويه ان تقريبا هنا الحته دي هي التيوبيك بيبركل هاف انش مش عارف اباف، قول اباف وخلاص يبقى انت كده وصلت للاكسترنال لينج. طبعا احنا هنا في الميد بوينت اوف الجوينال ليجمنت هاف انش اباف الميد بوينت يعني، فدي نقطه عشان نسيت اقولها. بعد كده هنا عندك انش ونص تقريبا او نص انش نص انش فوق. هنجيب هنا الاكسترنال رينج. المفروض احنا حددنا هنا الاكسترنال رينج بنجيب ليتل فينجر وفولد كده من السكروتم وندخلها جوه كده ونشوف. بس طبعا الموضوع بيبقى مؤلم شويه فانا مش هسترس ان انا اعملها، ولكن هنقولها من باب العلم بالشيء وخلاص. طبعا الدكتور هتقول لك الاكسترنال رينج هي موجوده فين؟ ابوف التيوبيك بيوبركل ولا في البوستيريور وول بتاع الانترنال رينج؟ ده شغال وده شغال يعني، لو حبيت تقولها قولها، لو حبيتش مش قضيه يعني، الدنيا ما تهدتش. تمام، ده التست اللي بعده اللي هو الاكسترنال رينج. الاكسترنال رينج تيست يعتبر محدش بيعمله زي ما قلنا عشان هو مؤلم شويه، بس هو بكل بساطه انت الريزلت بتاعتك ان انت بتشوف الامبلس موجوده عند التب ولا لا. لو هي موجوده عند التب يبقى هو جايه خبطه منك من ايه؟ من قدام، يبقى دي اندايركت. لكن لو هي خبطه منك في الباك في الليتل فينجر كده يبقى دي على طول هتكون ايه؟ هتكون دايركت. واخر حاجه يتبقى لنا اخر تيست وهو 3 فينجر تيست او الزيمن تيست. فكرته بكل بساطه بحط صبع عشان يشوف لي لو هي اندايركت، وصبع دايركت، وصبع لو هي ايه؟ فيمورال. الاندايركت اول حاجه الصبع ده اللي هو الصبع السبابه بنحطه هنا في مكان الانترنال رينج. عرفتها ازاي؟ صلع وخبره بقى، عرفنا هي فين، احنا لسه شايفينها دلوقتي. بعد كده الصبع اللي هو اللي في النص ده احنا بنحطه على الاكسترنال رينج. تمام، والصبع الاخير عند السافينس اوبننج. جبت السافينس اوبننج دي منين؟ عشان هي فيمورال. طيب الفيمورال دي من فين؟ 1.5 انش بيلو البيوبك تبركل اللي احنا مجازا في المكان ده، فاحنا هنعمل كده. طبعا هو المفروض يكون عمل ريدكشن للهيرني. كحه كده يا عم احمد. طيب انا شايف ان الهرنيا طلعت من فين؟ الامبلس طلعت من هنا اندايركت. طبعا عشان هي انجوينوس كروتال في الموضوع ايه؟ يعني ايه يمكن يكون داخل على بعض شويه. فده التستات اللي علينا، وما اعتقدش ان في حاجه تانية احنا ممكن نضيفها. دايركت. واخر حاجه 3 فينجر تيست او الزيمن تيست. الفايندنج بتاعتي او هاو تو كومنت بتاعي ان انا اقدر احدد هو انهي نوع في الجراين هيرنيا، هل هو امبليكال ولا هل هو سمين ده فيمورال ولا دايركت ولا اندايركت. لو عندك عند الصباع السبابه ده هيكون اندايركت، لو الصباع الاوسط هيكون دايركت، لو الصباع اللي قبل الاخير ده هيكون فيمورال. هذا والله اعلى واعلم. فده بالنسبه للجزء الاخير وهو اللوكال اكزامينيشن. اعتقد كده وفينا الامور على قدر المستطاع ان شاء الله.
طبعا هتلاقي فيه شويه اسئله نظري ريليتد للكلينيكال اللي احنا بنشوفه، او ريليتد للكلينيكال فايندنج اللي انت بتشوفه. انت حاسس تحت ايدك ايه؟ انتيروسيل، اومنتوسيل، مش عارف ايه الجدول المقارنه ما بينهم، انت بتشوف هنا كذا. طب ختاما ده كان ختاما حابب اقول لك برضو لا تنسى الكونسنت والاكسبوجر والبوزيشن بتاعك والريدكشن بتاع الهرنيا والحاجات دي كلها. ختاما ده كان ذاتس سيرجري او ذاتس كلينيكال هرنيا. نعتذر بقى ان احنا غبنا عليكم فتره طويله، بس ان شاء الله تكون الامور واضحه وما فيهاش مشكله، وان شاء الله الامور طيبه. شكرا يا عم احمد انك كنت بتساعد معانا، تعبناك معانا وحيرناك معانا. ان شاء الله نشوفكم في فيديوهات ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسونا من صالح دعائكم، واهل غزه وزميلنا محمد رشوان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.